طيب حاجه من الحاجات اللي ابويا علمهاني غلط خالص هي علاقه الحب بالفلوس. يعني كان دايما يقول لي طول الوقت ان الحب ملوش علاقه خالص بالفلوس. فاحنا عايزين نسال السؤال كده بشكل محترم ما يخليش الناس الكبيره اللي بتخش عند القناه تقفف وتفضل تقول لي هادي ما تجمعش وما تخليش الناس كلها كده في سله واحده. ايه علاقه الحب بالفلوس؟ وهل لو انا معايا فلوس زياده هتحب اكتر ولا لا؟ يلا بينا كده. بص شايف انا مجهز كوبايه الشاي الاخضر، يلا بينا نشرب كده ونتكلم مع بعض في الموضوع ده. اغلبنا اتربى في حياه صعبه، والحياه الصعبه دي للاسف من ضمن مساوئها انك انت مش اي حاجه عايزها بتعرف تجيبها، مش اي حاجه نفسك فيها بتعرف توصل لها وتعرف تاخدها، لا انت لازم تتفشخ ويطلع عينك وتتدمر كده نفسيا عشان خاطر تحصل على حاجه من الحاجات اللي انت نفسك فيها. والحاجه اللي انت نفسك فيها دي انت مش بتبقى رفاهيه، لا انت بتبقى اساسيه من اساسيات الحياه. يعني مثلا عندك مثلا واحنا صغيرين، انا اضرب لك مثل كده بحاجه نفسنا فيها من واحنا صغيرين. كان المحيط بتاعي او البيئه اللي انا اتربيت فيها كان عشان خاطر حد يجيب شوكولاته كندر لازم ينجح في الامتحانات ويخرب الدنيا عشان خاطر في الاخر اهله يجيبوا له شوكولاته كندر، لان اهله ما عندهمش القدره الماديه ان هم يجيبوا له شوكولاته كندر كل يوم. فاللي هو ايه، انت خد يا باشا شوكولاته الكندر دي لما تنجح هنجيبها لك. على الجانب الثاني من الفصل بقى كان في ناس ثانيه بتعرف تجيب شوكولاته كندر كل يوم، كل يوم بتعرف تجيب كده شوكولاته كندر تفتحها كده قدام العيال، وكل يوم وشوكولاته كندر دي كانت كل يوم بلعبه مختلفه تقريبا. فاللي هو ايه كل يوم كده بلعبه مختلفه. كنا نروح كده، كان الفصل كله يتجمع على الشاب الغني الوحيد اللي في الفصل ويقعدوا كده يتفرجوا عليه اللي هو انا جبت شوكولاته كندر. وبعد كده دخل شاب ثاني غني، يعني انضم للفصل ثاني شاب غني ثاني، فبينا كلنا كده نبص عليهم كده اللي هو ايه، يا ترى انت هتطلع لك لعبه ايه، يا ترى انت هتطلع لك لعبه ايه. واحنا كنا اطفال بقى، فاللي هو الحاجه دي بالنسبه لنا واو، فاهم اللي هو يا ده ممكن تطلع لعبه مختلفه وده يطلع لعبه مختلفه، وكمان بياكلوا الشوكولاته مع بعض وقاعدين مع بعض واحنا باصص لهم. ده خلى حاجه ثانيه كده تزيد اللي هي انا بسميها التنطيط، بس انا هشرح لك ببساطه كده وهنتكلم بهدوء. طيب التنطيط ده ان الشخص المميز اللي معاه شوكولاته كندر او الغني اللي قدر يجيب شوكولاته كندر كل يوم ده بقى مميز عن بقيه الفصل، وبقى بالنسبه له مش مهم ان هو يجيب شوكولاته كندر، هو بالنسبه له اصلا المهم ان هو يشوف الناس اللي حواليه وهم باصين ليه وهو بيفتح شوكولاته كندر وبيشوف فيها الهدايا. انا بضرب لك المثال وبعد كده هنكبر الموضوع، فركز معايا كده عشان الفيديو ده تقيل سيكا، تقيل كده سيكا على الفهم وتقيل سيكا على الوعي. فالشخص الناس الاغنياء او الناس اللي قدرت تجيب شوكولاته كندر يوميا، او الناس اللي معاها فلوس قدرت تجيب شوكولاته كندر يوميا، مش بيجيبوا شوكولاته كندر عشان خاطر هم نفسهم في كندر، لا هم علشان خاطر عارفين ان الحاجه دي معاهم مميزه وهتخلي بقيه الفصل يجي يتفرج عليهم. هو مبسوط بده، مبسوط بالشعور ده، فده خلاه سيكه ما يتنطط، خلاه كده شويه كده من شويه من جوه كده اللي هو يتنطط، انا مميز، انا فاهم، انا جامد. هو مش بيروح يمسك العيال بقى ويتنطط عليهم ويقول لهم انا معايا شوكولاته كندر وكذا كذا، لا هو في اللي بيعمل كده وفي اللي ابن 60 كلب بيعمل كده وبيتنطط، بس هو خلاه من جوه كده يبقى عارف ان هو عشان معاه شوكولاته كندر دي فهو مميز وان الناس كلها نفسه فيها. ليه؟ لان الناس كلها عايزاها والناس كلها نفسها فيها، بس الناس كلها مش عارفه تجيبها. يعني فاهم، يعني وقت الاتاري ده لما نزل برده كان في ابهات بتجيب لعيالها الاتاري دي لما هم ينجحوا. كان في وقتها برده الناس الاغنياء دي كانت بتجيب بلاي ستيشن 1، فاهم؟ يعني لما نعرف ان صاحبنا عنده بلاي ستيشن في البيت ولا عنده كمبيوتر في البيت اوف، يعني فاهم، ده كان حاجه جامده موت. فده خلق عالم تنططي. العالم التنططي ده جه معانا بحاجه اسمها عالم تنافسي. يعني ايه عالم تنافسي؟ يعني احنا كلنا بنتنافس على مين اللي ياخد المركز ده، مين اللي يجيب احلى حاجه، مين اللي يعرف يوفر فلوس واساسيات، يعرف يظبط الدنيا. عارف اللي هو التنطيط خلى فيه عالم تنافسي. العالم تنافسي ليه؟ لانك انت العيال اللي كانت بتجيب شوكولاته كندر وتفتحها قدام ولاد وبنات الفصل، ولاد وبنات الفصل كان نفسهم ان العيال دي تصاحبهم، نفسهم ان العيال دي تديهم اللعبه يجربوها، كان نفسهم ان العيال كلها كده اللي هو ايه، اللي هو طب ما تديني شوكولاته كندر كده جربها، ولا تديني اللعبه كده شوفها، اديني حته من الشوكولاته. فكانت الناس اللي بتقرب من العيال دي هي اكتر ناس بتستفيد، وبقيه الفصل كان بيبقى من جواه يا اما حاقد على العيال دي، يا اما نفسه يوصل لهم بس مش عارف يوصل لهم، يا اما عارف ان الحاجه دي بعيده عليه لان هو اساسا كده اخره يشتري بمصروفه البان، يعني اخره يشتري لبان او الشوكولاته اللي هي الكور دي الصغيره. يعني فطبعا انا بص انا بكلمك في قصه تافهه، بس على فكره الموضوع هناخده الاكبر من كده بكتير مع بعض كده، فركز معايا. فالعيال دي كانت خلاص، يعني خلاص بقينا في عالم تنافسي، بقيت بتشوف ان البنات اللي حواليك باصين للعيال الاغنياء اللي هم معاهم شوكولاته كندر وبيحاولوا يقربوا منهم وبيعاملوهم باسلوب غير اللي بيعاملوك بيه. يعني مثلا لو انت قلت البنت اسقيني مثلا، هاتي من الازازه بتاعتك اشرب ميه، تقول لك لا. نفس التوقيت اللي هي بتقول لك فيه لا، الولد الغني بيقول لها هاتي عايز ميه، فبتديله، تقول له خد يا كذا. وانت يعني مثلا انا الموقف ده اساسا حصل معايا من وانا صغير، اللي هو الموقف حصل معايا كده من وانا صغير، انا عمري ما انساه. عارف لو صاحبي قاعد جنبي كده هيموت ويشرب ميه، هيموت ويشرب، بيكلم البنت بيقول لها اديني ميه مثلا عايز اشرب ميه، البنت راحت قالت له لا. نفس الكلام واحد صاحبي تاني غني، فاهم اللي هو طب انا عايز اشرب ميه، هو قال لها كده عشان خاطر يكسب صاحبي اصلا، يعني عارف اللي هو في دماغه اللي هو انا هوريك ان هي هتقبل مني انا. ده خلق عالم تنافسي. لما بنكبر بقى احنا طول الوقت بنتنافس، لما بنكبر مشاكلنا بتكبر وبنعرف ازاي اهلنا ما كانش عندهم القدره الماديه ان هم يجيبوا شوكولاته كندر. شوكولاته كندر ده انا عمري ما انساها، كانت جنيه وربع وقتها. كان الطفل مثلا الغني موت بياخد 50 قرش مصروف، فاهم، فكان ممكن يجمع 3
ايام ويجيبهم. بس يعني الفقير كان بياخد هو اخوه ربع جنيه، يعني الفقير كان ياخد هو اخوه ربع جنيه ويروح يشتروا 5 كرات شوكولاته كده ويوزعوهم مع بعض. انا النهارده هاخد 3 شوكولاتات وانت تاخد شوكولاتتين وبكره هكذا، وبكره انت تاخد 3 وانا 2. عمري ما انسى الايام دي بجد، عمري ما انسى الايام دي. الايام دي هي اللي كونت الشخصيه اللي انا عليها دي دلوقتي. انا عمري ما انسى الايام الصغيره دي. فكان يعني طفلين ياخدوا ربع جنيه مصروف عشان خاطر واحد تلاقيه غني كده جاي معاه كل يوم جنيه وربع ياخد شوكولاته كندر بالاضافه لحاجات تانية بيشتريها. يعني انت كنت بتتصادم كده اللي هو ايه ده يا عم، ده انا معايا الربع جنيه انا واخويا نزلنا نجيب كيس كاراتيه وانت جايب شوكولاته كندر غير شوكولاته كندر اللي انت جايبها من بره المدرسه، لان هم ما بيبيعوهاش في المدرسه عشان غاليه، لو باعوها في المدرسه هيخسروا. لا انت كمان نزلت معانا الحوش تشتري، يعني انت فاهم انت، وما اشتريتش كيس كاراتيه، انت اشتريت كيسين كاراتيه و3 كاراتيه والفصل كله بيتلم حواليك ومعاك. وكان ساعتها كان كاراتيه باتمان ده فاهم، فاللي هو انت بتطلع منه بتاعه باتمان دي وكنا بنتحدى بعض بيها كده نطيرها على بعض. انا عمري ما انسى وسابق ولاحق وقصص عارف اللي هو ايه اللي هو يخرب بيتك انت اشتريت شوكولاته كندر وكمان فكانت الناس كلها بتقرب، الناس كلها بتقرب من الشاب اللي زي ده. لما بنكبر احنا بيكبر معانا مشاكلنا والامنا وبيكبر معاه عجزنا وعدم قدرتنا على الفلوس، ووقتها بنفهم ازاي الاهل ما قدروش يدفعوا جنيه وربع ويبسطوا عيالهم بشوكولاته الكندر. انت لما بتكبر انت مع الوقت بتتعرض لافلام اباحيه، بتتعرض لمسلسلات وافلام، بتتعرض لنجوم على السوشيال ميديا، بتتعرض وقتها كان بقى تلفزيون وكده، بتتعرض لكل حاجه في حياتك ان هي تدمرك فتخليك ما تعرفش تنتج، تخليك ما تعرفش تعمل اي حاجه، تتعرض لكذب وتحوير. من ضمن الكذب والتحوير ده اللي هو انت تربى عليه اول لما توصل للمرحله اللي انا بحكي فيها في الفيديو اللي احنا بنحكي فيه. تروح تلاقي ابوك يقول لك ايه، يقول لك الفلوس مش كل حاجه، الفلوس مش مهم، ان والحب ملوش علاقه خالص بالفلوس، انا لو احب حد مش هحبه عشان خاطر فلوسه. ودي اكبر كذبه، لان اساسا هم هتكلم عن البنات مثلا. البنات بيبقى نفسها ان هي تجيب حاجات كتير قوي، ونفسها ان هي يبقى عندها حاجات كتير قوي، ونفسها ان هي تتميز وسط اصحابها وتبقى جامده وتبقى معاها حد جامد. بشكل عام انت لو معكش فلوس مش هتعرف تظبطها خالص، مش هتعرف تخليها تنافس في وسط المجتمع. البنات بتتربى في الوقت ده لان هي نفسها في حاجات كتير خالص ما بتعرفش تجيبها، وغيرها من اصحابها بيعرفوا يجيبوها نظرا لان هم بيكونوا معتمدين على رجاله بتعرف تجيب الفلوس دي، هتلاقيها بتتنطط عليها. البنت دي نفسها برضو اللي هو في يوم من الايام انا كمان اتجوز واحد يبقى غني او يبقى معاه فلوس ويعرف يظبطني ويعرف يركبنا عربيه ويشغل لي اغاني ويعرف يصورني ستوريهات وبتاع وافضل اتنطط بيها برضو على احنا في عالم تنافسي. يعني انا هتكلم بقى ثب الموضوع على طول. طب عندك مثلا انت عشان خاطر تبقى شكلك حلو انت محتاج فلوس، انت عشان خاطر جسمك يبقى حلو انت محتاج فلوس، انت عشان خاطر شكلك يبقى حلو انت محتاج فلوس تجيب شامبوهات تظبط شعرك، محتاج تغذي شعرك، محتاج تظبط دنيتك، انت محتاج فلوس عشان تظبط شكلك، محتاج فلوس عشان تظبط جسمك. عشان تظبط جسمك انت محتاج بروتين وكرياتين وتنزل الجيم وتاكل اكل معين، والاكل الصحي ده تفضل عليه فتره طويله، ومحتاج لبس معين. يعني انت عشان تظبط شكلك انت محتاج لبس معين. انت بعد ما تعمل كل الباكج ده هتتحب. يعني ممكن تجيب حد كده محبوب حاليا، حد كده جميل حاليا وغني جدا وظابط نفسه وفلوسه وعربياته ودنيته حلوه، هاته لبسه لبس معفن ولبسه خرق وما تاكلوش وما تشربوش وخليه هتلاقي الناس كرهته، او حطه في وسط ناس كده هتلاقي الناس كرهته. انما هاته هو نفس الشاب ده وهو معاه فلوس وهو جسمه حلو وهو لابس لبس حلو، هتلاقي الناس حبته. ايه اللي عمل الشاب ده؟ الفلوس. قولا واحدا الفلوس. يعني ايه حب؟ الحب هو اعجاب. يعني ايه اعجاب؟ يعني انا شفت شكلك كده اعجبت بيك، شفت شكلك، البنت مثلا شافت شكلك اعجبت بيك. فايه النظام يعني ازاي اعمل الشكل ده وازاي اظبط ده؟ ما بالفلوس. ما انت بالفلوس هتعرف تكون فورمه، بالفلوس هتعرف تجيب اكل صحي تنتظم عليه، وهتعرف تجيب بروتينات حيوانيه كويسه تاكلها فتعمل عضلات، هتعرف تجيب لبس كويس، هتعرف تخلي شكلك مهندم. الفلوس هي اللي هتعرف تعمل لك كل ده. دي الحقيقه. انا عارف ان كلامي هيوجع ناس كتير قوي، هتعترض عليه، بس ده ارض الواقع. الكلام ده كان نفسي في يوم من الايام ان انا اسمعه، وكل كلمه تسمعها هنا في القناه انا كان نفسي ان انا اسمعها، بس انا طالع بقولها لك كده بعد معاناه، يعني بعد تجربه في ارض الواقع كده وفي الحفر. فلوس. ايه اللي هيعمل لك كل ده؟ فلوس. ايه اللي هيخلي شكلك حلو؟ فلوس. ولما يبقى شكلك حلو هتبقى محبوب. بص يا سيدي، فلنفرض ان انت يا باشا وشك محروق ودنيتك بس معاك فلوس، يا باشا تخين ودنيتك بايظه كده وحقير بس معاك فلوس ونجم، معاك فلوس. طيب ما انت خلينا نكون صراحه، في جزء كبير خالص من البنات عايزينك عشان خاطر انت بس معاك فلوس، وهتعرف تديهم ميزه تنافسيه وسط البنات التانية اصحابهم، وهتعرف توفر لها الحاجات اللي اهلها ما عرفوش يوفروها لها. البنت اساسا بتتربى في حته اللي هو طول الوقت هي مش طول الوقت نفسها تعيش عيشه غير عيشتها. يعني للاسف البنات بتاعت الوطن العربي طول الوقت تخش على اي بنت تلاقيها متابعه شويه البلوجر دول كل شغلانتهم ان هم يتنططوا عليها، فلما بيتنططوا عليها هي للاسف نفسها تعيش زيهم ولو حاجه بسيطه، فطول الوقت هي بتدور على احسن راجل ممكن. يعني فاهم، انا مش عايز ان الفيديو ده يتفهم مني بقى ان البنات كلها زباله بقى والبنات كلها بتدور على فلوس، بس حط نفسك كده مكان البنت. انت لو بنت انت عايز اجمل راجل ممكن تحصل عليه، انت عايز اقوى راجل ممكن تحصل عليه، عايز اكتر راجل يعرف يوفر لك امان ويعرف يوفر لك فلوس ويعرف يريح الحته النفسيه اللي جواك بتاعه التنطيط دي. فاهم؟ ما انت كمان محتاج فلوس، ما انت كمان محتاج تتنط، انت كمان محتاج يبقى جسمك حلو وشكلك حلو ودنيتك حلوه. فاهم؟
الفلوس، عارف انا كان نفسي والله العظيم كان نفسي ابويا يعلمني الحته دي، كان نفسي فعلا يقول لي ان الحب بنسبه كبيره قوي فلوس. يعني انت بص اقول لك على حاجه، انت لو عايش في المانيا، عايش في فرنسا، برغم ان انا ما اعرفش الدول دي كويس قوي، بس انا اتكلمت مع ناس هناك، يعني اتكلمت بقى هقول لك على معرفتي البسيطه دي، والحته دي مش متاكد منها. هناك في ناس ممكن ما تحبكش عشان خاطر فلوس، يعني في ناس ممكن تفهم تقعد معاك شخصيتك حلوه بتاع، خلاص انا هحبك، انا الدنيا بتاعتي تمام وتعالى نبدا مع بعض من الصفر. وتلاقي مثلا اصلك انت كده بتشتغل الشغلانه هناك، انت فاهم، انت من اول يوم في الشغل، من اول شهر في الشغل، انت بتعرف توفر بيت، بتعرف توفر اكل، بتعرف توفر شرب، بتعرف توفر احسن لبس. انما انت هنا عشان تعمل الحاجات دي انت عايز سنه، يعني فاهم، انا واصحابي مثلا بنشتغل 5 شهور عشان ننزل نجيب لنا كده كام طقم حلو، فاهم، فانا بكلم فانت هنا، انما هناك انت من اول شهر بتجيب لبس، بتجيب اكل، بتشترك في جيم، بتمسك احسن ايفون، فهم هناك عندهم مشاعر. انما احنا عندنا هنا المشاعر ماتت. ليه ماتت؟ عشان خاطر من كتر الاحتياج، ومن كتر التنطيط، ومن كتر ما عارف الفقراء بيتنططوا على بعض اكتر. تلاقي البنت مثلا بتتفرج على السوشيال ميديا، جابت حاجه زي مشهوره، فتلاقيها بتتنطط على صاحبتها اتخنقت من كتر التنطيط، فهي نفسها هي كمان تجيب حاجات زيها. انت اقول لك على حاجه، احنا كشباب بنتعرض لتنطيط، بس احنا كشباب اقل شويه، يعني احنا كشباب كده ولما بنكبر وبنعقل كده وبنقفل على نفسنا ما فاهم، اللي هو اي حد تنطط يا عم ميتين ويا عم غور في ده، يا بنغوره. انما هم كبنات طول الوقت بيتنططوا على بعض، فطول الوقت بدماغهم كلهم موحده ان هم عايزين يبحثوا عن احسن راجل ممكن يحصلوا عليه، عن احسن حد معاه فلوس وفي نفس الوقت شكله حلو وفي نفس الوقت قوي. انا عايز الم كده اكبر صفات ممكنه واحطها في واحد واخده. وانت كواحد عشان خاطر شكلك يحلو لازم فلوس، ولما شكلك يحلو هتتحب وهتبقى بص، وهيبقى عندك صلاحيات في الحب. احنا قبل كده نزلنا فيديوهات كتير عن الحب، بس هيبقى عندك صلاحيات ان انت تعمل اي حاجه في اللي انت بتحبه وهيتقبل عادي. عايز تهينها هتلاقيها بتتقبل، عايز تعملها حلو هتلاقيها بتتقبل، عايز تعملها وحش هتلاقيها، عايز تخونها هتلاقيها بتتقبل برضه، فاهم. انما انت لو معكش فلوس وشكلك مش حلو، لو اقل حاجه ممكن تهينها. لو بتتعامل معاها بكل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا اللي خلقها ربنا، وبتجيب لها هدايا وبصرف عليها مرتبك وكل حاجه، وفي واحد تاني مثلا لا بيخرجها بيفسحها اكتر، معاه فلوس اكتر منك، معاه شكله احلى منك، دنيتك احلى، هتلاقي تتعامل معاك باقذر طريقه ممكنه. هقفل الفيديو ده على كده ونتقابل تاني بعدين.